السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء ولي حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. الشاب اللي معانا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاب عندي 19 سنة وأبويا وأمي متوفيين وأنا اللي بصرف على إخواتي. عندي أخويا في ثالثة ثانوي عام السنة دي وطالب مني طلبات كتير، لبس شتوي عشان الدروس غير فلوس دروسه والكتب بتاعته المصاريف الشخصية بتاعته. وعندي أخت تانية في تانية إعدادي أعقل منه مش تطلب حاجة غير الضرورية. والمشكله دلوقتي اني مش هقدر اجيب لاخويا لبس شتوي خالص لان الاسعار غاليه قوي، وانا يا دوب المرتب بيكفيني بالعافيه، غير اني بستلف. بس هو مش قابل حاجه زي كده وزعلان وبيقول لي لو ابويا كان عايش ما كانش هيحرمني من اي حاجه. بصراحه الكلمه اثرت فيا، خصوصا اني بعمل كل حاجه عشان اخليه احسن واحد وربنا يعلم. والله المهم بعد اذنكم عاوز اي حل اني اصالح اخويا لاني مش بيحب يكون زعلان مني مهما حصل، وانا ما بعرفش اتاسف او اصالح حد. مش تكبر مني والله، بس دي الحقيقه. مش بعرف اقول حاجه. قولوا لي على افكار لهديه مثلا ب 50 جنيه او اي حاجه اصالحه بيها. مبدئيا باين من كلامك انت انسان محترم وشخص كويس، وربنا يوفقك ويكرمك على اللي انت بتعمله مع اخواتك ويجزيك خير عن كده. واللي انت بتعمله دوت ربنا هيبارك لك في حياتك ويكرمك باذن الله. انا عارف ان الحاجه دي فرض عليك، مش هنقول مثلا هي تفضل منك ولا اي حاجه، بس انت برضه كنت قد المسؤوليه على كلامك وشلت الحمل وما قصرتش في حاجه. انا هتكلم معاك بصراحه. اخوك انت بتقول في ثالثه ثانوي عام، ثالثه ثانوي عام يعني راجل مش حد صغير، يعني انسان يشيل مسؤوليه ولازم يعتمد على نفسه، ولازم انت تخليه يعتمد على نفسه، تمام؟ لانه راجل مش صغير. واسلوبك اللي انت بطريقتك اللي بتعملها معاه دوت واستجابتك ليه واستجابتك لاي ضغط بيعمله لك، انت كده بتضر، انت كده ما بتنفعوش خالص، ما بتفيدوش، انت كده بتضره وبتاثر عليه بالسلب لان هو راجل مش بنت. فاللي انا شايفه ان انت تقعد معاه وتتكلم معاه بالراحه وتفهمه، تقول له يا ابن الناس انا كذا كذا ووضعي كذا كذا، وانت على ايدك شغلي وعارف انا بقبض كذا وبعمل كذا، فانا الدنيا مش مكفيه معايا، فانت لازم تكون واقف معايا وتساعدني. مش هقول لك يا عم اشتغل، بس على الاقل حس بالمسؤوليه وحس ان انا بعمل ما في استطاعتي عشان خاطرك انت. وحبيبي بالنسبه للموضوع بابا توفى، بقول له يا ابني طب انا زيك، يعني انت والدك توفى من والدي متوفي، بس انا ما عملتش زيك، ما دورتش ان انا اتكل على حد، انا دورت ان اعتمد على نفسي. صراحه هي القصه والمشكله مش في موضوع ال 50 جنيه او الهديه اللي تجيبها له، القصه كلها في اسلوبك مع الولد، مع الشخص دوت، لان اسلوبك معاه غلط. هو مش صغير ولا طفل، لازم يتعود انه يعتمد على نفسه ويشيل معاك الشيله ويساعدك. مش هقول لك تسيبه ما تساعدوش، لا لا، على قد ما تقدر ساعده، على قد ما تقدر تقف معاه. انت اخوه، انت اخوه الكبير، ما بقولش الكلام ده، بس انا بقول ان انت باسلوبك معاه جعلته انسان متاكل عليك، متاكل عليك في كل حاجه. ما ينفعش هو هو عارف بقى السكه، عارف الطريقه، يزعل منك شويتين فانت تجري تصالحه فتتنفذ اللي هو عاوزه. طب ما ده غلط، انت كده زي ما قلت لك انت بتدمره، انت كده بتضره. انت مش قصدك، انا معاك وقصدك وغرضك نبيل، بس انت بتعمله ده هيؤدي اللي بقول لك عليه، هيؤدي انك تفسد الولد دوت. وللاسف انت بتعمله ده هيخليه يستغلك وهتخليه يعتمد عليك في كل حاجه، ويطلع انسان مش سوي، هيطلع انسان مش صالح. الخلاصه انا شايف انت لازم تراجع اسلوبك معاه. مش بقول لك تمنع عنه الفلوس او تزعله، لا، بس انت لازم تخليه يشيل معاك المسؤوليه وتعرفه ان هو عليه التزامات، وان الدنيا اللي انتوا فيها دلوقتي الدنيا صعبه ولازم يشيل معاك. بس فانت على قد ما تقدر يعني حاول معاه، وباذن الله خير، ربنا يهدي له حاله ويصلح له حاله يا رب، وربنا يكرمك ويوفقك ويسعدك يا رب، وشكرا. وفي النهايه اتمنى الحلقه كلها تعجبكم وتكونوا فكره في حل المشكله. ولو في اي حد بتواجه اي مشكله فما ترددش وتواصل معانا، وهيلاقي بكل المعلومات اتصال بينا تحت في صندوق الوصف. تواصل معانا واحنا ان شاء الله نحاول نساعده في اقرب وقت. وكذلك ما تنساش اللايك، اللايك دوت اهم وافضل حاجه ممكن تقدمها صانع المحتوى عشان يستمر في المحتوى اللي بيقدمه او يطور منه. وكذلك الشير وكذلك الاشتراك بالقناه عشان نقدر نوصل ناس اكتر ونساعد ناس اكتر. وفي النهايه ما تنساش اخواننا في غزه وفلسطين ولبنان بالدعاء ومحاوله نشر الروايه السرديه الفلسطينيه في كل مكان. وطبعا المقاطعه يا جماعه سلاح مهم جدا، اللي ما قاطعش يقاطع، واللي مقاطع يكمل مقاطعته ويحولها من القطع الاستغناء. باذن الله ربنا ينصرهم. دمتم في ود ولقاء في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.